يا اهلا بيكم في فيلمنا الجديد اللي بعنوان ديناصور، واللي من انتاج سنة 2000. وبيبتدي فيلمنا في مكان واسع عايش فيه ديناصورات وعمالين ياكلوا ويشربوا ولا على بالهم. وبنشوف ديناصورة منهم وهي بتحط البيض بتاعها وقاعدة مستنياه يفقس علشان تاخد ولادها، بس في الوقت ده بيهجم عليهم نوع مفترس من الديناصورات اللي عايزة تاكلهم، وطبعا كله بيهرب من المكان وبتنسى الديناصورة البيض وبتفضل تهرب وخلاص، لحد ما بيدوس واحد من اللي بيجروا وراهم على البيض وبيكسروا كله الا بيضة واحدة مش بيحصل لها حاجة. وبيستغل ديناصور تاني من اللي هاجموا ان كله مشغول في المطاردة وبياخد البيضة السليمة علشان ياكلها على جنب لوحده، بس بيطلع عليه ديناصور تاني عايز ياكل هو كمان، وبيفضل الاتنين يتخانقوا مع بعض لحد ما بتقع منهم البيضة في النهر. وطبعا بيفضل الاتنين يتخانقوا مع بعض علشان ضاعت عليهم البيضة، وبتفضل البيضة طافية على وش النهر وكل شوية حيوان بيحاول ياكلها، بس حظهم بيكون حلو البيضة بتفضل عايشة ومكملة في طريقها. وحتى لما سمكة بتحاول تاكلها بتلاقي طعمها غريب فبيسيبها تطفو على سطح المية تاني، وفي الاخر بياخدها ديناصور طائر وبيفضل ماشي بيها فوق المكان ده لحد ما بيوصل لجزيرة بعيدة شوية، وهناك الطيور بتطلع عليه وبتحصل بينهم خناقة. البيضة بتقع منه على الارض فيها، وبيطلع شوية قرود علشان يشوفوا ايه اللي وقع عندهم ده، وبيلاقوها بيضة ديناصور. وهنا بقى بيقول لهم يار انا عارف الاشكال دي كويس، ده ديناصور واكيد تاهي من امه، لما تيجي تدور عليه وتلاقيه عندنا هتنفخنا. وبيقترح عليهم انهم يرموه في النار تاني ويخلصوا منه، بس بيلو مش بترضى تعمل كده وبتقول لهم خلاص انا هربيه لانه لسه صغير ومستحيل يعمل اي مشاكل لينا، وبتسميه اليدار. وبتعدي السنين والديناصور بيكبر وبيفضل طول الوقت ده مع القرود عمال يلعب ويهزر، لحد ما في يوم بتقول له بيلو روح نادي زيني علشان يشارك معانا في المهرجان اللي هيتعمل. وبيكون المهرجان ده استعراض من القرود الولاد قدام البنات علشان يعجبوهم ويتجوزوا. وبيروح اليدار ينادي على زيني وبيقول له اخلص علشان الحفله واقفه عليك انت، وبيعدي على باقي القرود ياخدهم معاه، وبيفضل يقول لهم شويه نصايح في ازاي يخلوا البنات يحبوهم. وفي نفس الوقت ده بتكون بيلو قاعده مع البنات تقول لهم ازاي يختاروا القرود الولاد. وبيوصل اخيرا اليدار وهو شايل باقي القرود على ظهره وبيرميهم على الارض علشان ينزلوا بشويه حركات كده، وبعدها كلهم بيجروا على الشجره علشان يبروا البنات اللي واقفه بتتفرج على اللي بيحصل. وبيخلص المهرجان وكل واحد مع واحده الا زيني اللي بيفضل سنجل بائس زي ما هو. وبيروح له اليدار علشان يهديه ويقول له انه اكيد المره الجايه هيلاقي واحده، فبيقول له زيني لا ما تقلقش انا متعود على القصه دي. وبعدها بتبدا السماء تشتي شويه امطار لونها غريب، وكل اللي موجودين مش بيفهموا ايه اللي بيحصل، لحد ما بينزل نيزك ضخم وبيضرب قريب من الجزيره اللي هم عليها وبيعمل انفجار كبير. وفي الاول بيفتكر انهم في امان لحد ما بيشوف يار انهم هيتصابوا ولازم يهربوا باسرع وقت، فبياخدهم كلهم على ظهره، بس بتقول له بيلو ان بنتها سيري متعلقه على شجره ومش عارفه تنزل، فبيجري عليها اليدار الاول وبياخدها على ظهره مع بيلو وباقي العيله، وبيطلع يجري من الجزيره اللي بتتحرق وكل الشجر عمال يقع عليهم. وبيفضل اليدار يجري بكل سرعته لحد ما بيلاقي ان مفيش فايده وانهم كده هيموتوا، فبينط في النار في اخر لحظه قبل ما الجزيره كلها تنهار عليهم. ولما بينزل تحت بيلاقي القرود وقعت من على ظهره مش عارفين يعوموا، فبيروح عليهم بسرعه علشان يساعدهم وبيقدر انه ينقذهم ويطلعهم من الميه. وبيقفوا من بعيد علشان يتفرجوا على الجزيره اللي اتحرقت كلها، وبيقول لهم اليدار احنا لازم نكمل مشي علشان مش ضامنين ايه اللي ممكن يحصل تاني. وطبعا محدش بيكون قادر يمشي، فبياخدهم اليدار على ظهره وبيفضل ماشي بيهم في الصحراء لحد ما فجاه بيشوف قطيع ديناصورات كبير، ودي طبعا بتكون اول مره في حياته يشوف ديناصورات. وبيفضل يقرب منهم وبيقابل واحده اسمها النيره وبيقول لها انتوا رايحين فين، بس كل الديناصورات بتكون مستعجله وكلهم بيفضلوا يخبطوا فيه ومحدش بيستناه ولا بيرد عليه، لحد ما بيوصل لاخر ديناصور موجود في القطيع، واللي بتكون واحده عجوز اسمها ايما، واللي بتقول له يلا بسرعه قبل ما نمشي ونسيبك ادخل في الصف. وطبعا بيوافق اليدار انه ينضم لهم، بس بيقول له يار طيب انت دلوقتي ديناصور زيهم وهم ديناصورات، احنا بقى كقرود هنروح هناك بصفتنا ايه؟ بس بيقدر اليدار انه يقنعهم وبيروح جري على باقي قطيع الديناصورات علشان يروح معاهم. وبعد ما بيمشي معاهم شويه بيقول لهم كيرون وبريتون، ودول الاتنين اللي ماسكين الديناصورات، يعني انهم هيريحوا النهارده هنا وكفايه عليهم كده. وهنا بقى بيسمع اليدار اتنين بيتكلموا عن المكان اللي رايحينه، فبيسالهم عنه، بس بيشوفوا القرود اللي على ظهره وبيفضلوا يسالوا مين دول وايه اللي جابهم هنا. وبتحكي لهم بيلو عن الجزيره والنيزك اللي ضرب الجزيره ودمرها، وانهم اقتنعوا ان الديناصورات يختاروا سكه صح علشان كده رايحين معاهم. وبتقول لهم بالين ان المكان اللي رايحينه ده مكان جامد عامل زي الجنه، زرع وشجر وميه،
والاهم من كل ده انه ما اتضربش بنيزك والدنيا جميله. وبتحكي الاليدار ان الرحله دي صعبه جدا ومتعبه، وده مش علشان الطريق بس، ده كمان كيرون فاكر نفسه اذكى واحد في الكون وبياخد قراره مع نفسه، ده غير انه مش بيستنى حد واي حد يتاخر بيسيبه ويمشي. وبيكون كيرون معدي عليهم في الوقت ده بس مش بيسمع الكلام، وبيروح له اليدار ويقول له ان في ديناصورات عجوزه وانهم لازم يستنوا اللي مش قادر يمشي بدل ما يسيبوه في نص الصحراء. بس بيقول له كيرون ارجع مكانك ومالكش دعوه بحد، وانا مش هستنى اي حد فيكم. وتاني يوم بيصحى بروتون اول واحد وبيفضل يصحي الديناصورات ويضرب اللي مش قادر يقوم، ولما بيشوف زين اللي بيحصل بيصحي اليدار بسرعه وبيقول له انجز علشان هيسيبونا بجد. وطبعا بيصحى اليدار بس مش بيكون عاجبه اللي بيحصل وبيفضل يتريق على بروتون لحد ما بيوقف كيرون الديناصورات وبيقول لهم انا شايف ان معانا ناس جديده فاكره نفسها بتفهم، فعلشان نبقى على نور انا مش هستنى حد، وده مش علشان انا وحش ولا حاجه، بس احنا ورانا ديناصورات عايزه تهجم علينا وانا لازم احمي كل اللي معايا، فاللي هيتاخر خير وبركه يبقى توم للي بيجروا ورانا واحنا نكسب وقت ونبعد عنهم اكتر. وطبعا كله بيمشي وهو ساكت ومحدش بيكون عارف يعمل حاجه مع كيرون. وفي الطريق درجه الحراره بتكون عاليه والديناصورات العجوزه مش بتكون قادره تمشي، بس بيشوفوا جثث ديناصورات تانية فبيتشجعوا علشان ما يبقوش هم اللي عليهم الدور. وفي الوقت ده بيكون في 2 من الديناصورات اللي بتجري وراهم لو اثار اقدامهم وبيعرفوا انهم كده قربوا من قطيع ديناصورات كامل وبيفضلوا ماشيين وراهم علشان يلحقوهم. وبيكون كيرون عمال يوجه القطيع اللي معاه لحد ما يقول لهم ان هو ده المكان اللي المفروض يبقى فيه البحيره اللي يشربوا منها، بس طبعا بيكون البحيره جفت من كتر الشمس والحر، وبيكون كل الديناصورات خلاص جابت اخرها ومش قادره تتحرك وبتقع قيمه على الارض وبتقول لهم احنا كنا المفروض نلاقي البحيره هنا. على الرغم ان الديناصورات كلها تعبانه ومش قادره تتحرك بيقول لهم كيرون احنا هنفضل ماشيين لحد ما نوصل للميه، واللي مش قادر يمشي خليه هنا انا مش مسؤول عنه. وبتروح له النيره اخته تقول له لا بقى انت كده زودتها قوي، احنا لو فضلنا ماشيين زي ما انت عايز على ما نوصل للي بتقول عليها الجنه دي هيكون نصنا ماء. وبيفضل اليدار يفكر في اي حاجه يعملها لحد ما بيحس ان الارض من تحته رطبه شويه، فبيفضل يضرب عليها بايده بيلاقي ان فعلا في دليل على ميه، فبينادي ديناصور ايده ضخمه بيخليه هو اللي يحفر علشان تطلع الميه من تحت الارض، وبيخلي اليدار اما تشرب اول واحده بعد كده اللي مش قادرين، بس بيدخل كيرون عافيه وبيكون عايز يشرب الميه كلها ومش عايز الضعاف يشربوا. وفي الوقت ده بيكون بعد بروتون ومعاه ديناصور تاني علشان يدوروا على اي بحيره تانيه قريبه منهم. وفي الطريق بيسمع بروتون صوت الديناصورات اللي عايزه تاكلهم، وقبل ما يعرف يهرب منهم بتهجم عليهم الديناصورات دي. وفي نفس الوقت بيكون اليدار واقف يتفرج على ديناصورين لسه طالعين من البيضه، وبيلاقي نايرة هي كمان مبسوطه بالمنظر ده وبتقول له ان في ديناصورات كتير فقدت ابوها وامها من وهي صغيره، وبيعرفها اليدار بنفسه وبيقول لها خلي بالك علشان كيرون اخوكي ده مزودها قوي، بالطريقه اللي هو ماشي بيها دي احنا كلنا هنموت. وبتشوف بيلو المنظر ده وبتقول يعني الديناصور الوحيد الغلبان لقى الطبطبه وزيني لسه، بس احنا عايزين نقول لك ولا يهمك احنا كلنا مش لاقيين الطبطبه وعايشين زي الفل، مش حوار يعني. وبعدها بقى بيشوف كيرون واخته هي واقفه مع اليدار، وطبعا بيكون متضايق لانه مش طايق اليدار اللي معترض عليه. وبيوصل بروتون يقول لكيرون على اللي حصل وانه تهجم عليه وهرب بالعافيه، بس بيتخانق معاه كيرون وبيقول له يا غبي انت لما تجينا هنا تبقى بتجيبهم لحد عندنا واحنا مش ناقصين يعني. وبيقول له كل الديناصورات انهم لازم يتحركوا بسرعه وبيخلي كله يقوم، بس بيروح له اليدار وبيقول له وقف في القطيع حالا علشان في ناس مش قادره تمشي. وبيكون كيرون جاب اخره منه فبيضربه بيقول له دي اخر مره اسيبك تعترض طريقي، المره الجايه هتبقى اخرتك. فبيجري اليدار على الديناصورات اللي مش قادره تمشي وبيفضل يمشي معاهم واحده واحده، وده طبعا بيأخره بيخليه يعمل مجموعه لوحده من العواجيز اللي مش قادرين يمشوا. وفي الطريق بيسمعوا صوت ديناصور بيفتكروا انهم كده ماتوا، بس بيروح اليدار يشوف في ايه وبيلاقي بروتون واقع على الارض بعد ما كيرون سابه يموت. فبيقول له اليدار تعالى معانا علشان في عاصفه هتقوم قريب وانت تعبان، بس بيرفض بروتون وبيقول له انا مش محتاج شفقتك خليها لحد تاني. وبيدخل اليدار مع باقي الديناصورات كهف وبيلاقي العاصفه بدات والدنيا عماله تمطر، فبيطلع لبروتون يفضل يقنع فيه يدخل معاه بياخده على الكهف. وبتروح له بيلو بسرعه علشان تساعده في علاج الجروح وتقول له انها كانت بتعمل الطريقه دي على الجزيره اللي عاشت عليها. وفي الاول بيكون رافض بروتون الكلام ده وبيقول لها انا قدري اني اموت هنا، بس بتقول له بيلو ان ده مش قدر ده اختيار، فبيوافق وخلاص. وبيبدا يتحسن فعلا والدنيا بتمشي حلو لحد ما بيوصل الكارناتورز، ودي الديناصورات
الديناصورات اللي عايزه تقتلهم. بس بيشوفهم اليدار وبيجري يصحي كل اللي في الكهف وبيقول لهم احنا لازم نمشي من غير ما نعمل اي صوت علشان الكارناتورز وصلوا. وطبعا علشان حظهم فاري بيعملوا صوت لحد ما واحد منهم بيخبط في صخره وهو بيحاول يهرب من الكهف علشان طبعا الكارناتورز يسمعوهم، وبيدخل واحد منهم راسه جوه الكهف علشان يعرف ايه اللي بيحصل جوه لحد ما بيشوف ايما اللي طبعا مش بتكون قادره تتحرك من مكانها. ولما بيدخل ويهجم عليها بيقوم بريتون بصعوبه وبيقرر انه يدافع عنهم وبيفضل يضرب في اللي بيهجم عليهم. وفي نص الضرب ده بتبدا الصخور اللي في الكهف تقع وبينادي اليدار على بريتون علشان يطلع من عنده بسرعه قبل ما الكهف يقع عليه. بس مش بيلحق بريتون انه يطلع من عنده وبيقع تحت الصخور، وبرضه الصخور بتقتل واحد من الكارناتورز والتاني بيقدر يطلع من عنده سليم وبيكمل جري ورا اليدار واصحابه. وفي طريق اليدار بيوصل لمكان سد وما فيش فيه اي حاجه، وقبل ما كله ييأس بياخد زيني باله ان في فتحه صغيره ورا الصخور وبيقول لاليدار اللي مش بيضيع وقته بيفضل يخبط في الصخور علشان يفتح لنفسه فتحه يعدي منها لحد ما بيحس انه مستحيل يعدي، وبيقول لهم خلاص انا مش هحاول تاني وكده حلو قوي نبقى متنا بشرف بعد ما حاولنا. بس بتروح له بالين وبتقول له ازاي انت اللي تقول كده، انت المفروض القائد بتاعنا وتشجعنا، وبتقول له انها ما عاشتش كل ده علشان تموت في الاخر في كهف. وطبعا كله بيتشجع وبيفضل يضرب في الصخور لحد ما اخيرا بتقع وتفتح لهم طريق. وللمفاجاه لما بيعدوا الناحيه التانيه بيلاقوا نفسهم في المكان اللي كل ده كانوا عايزين يروحوه، وطبعا بيكونوا طايرين من الفرحه انهم وصلوا اخيرا. بس بياخد اليدار باله ان كرونو اللي معاه ما وصلوش، فبيعرف ان اكيد في حاجه عطلته. وبتقول له ايما ان الطريق اللي كانوا دايما بييجوا منه مقفول بالصخور واكيد ده اللي عطله. فبيقرر اليدار انه يروح ينبي كرون وجماعته لانهم اكيد قريبين، وبنروح بقى لكرون اللي فعلا بيكون وصل للصخور اللي منعاه يعدي للناحيه الثانيه. ولما بتقول له النيره احنا لازم ندور على مدخل تاني بيرفض، وبيقول لهم احنا لازم نتسلق الصخور دي، وعلشان يتاكد ان مفيش خطر وراها بياخد الطفلين اللي عنده بيخليهم يطلعوا على الصخور. بس بيوصل اليدار في اخر لحظه ويقول له على الطريق المختصر، ويقول له كمان ان في ديناصور من الكارناتورز لسه بيدور عليهم. بس طبعا بيقول له كرون اخلع من هنا وانا مش عايزك تعمل حاجه وانا عارف هوصل ازاي. ولما بيصمم اليدار على رايه بيروح لكرون علشان يتخانق معاه، وبينزل الاتنين ضرب في بعض لحد ما بتدخل نيرة بينهم علشان تقول لهم ان الاحسن انهم يكسبوا وقت. وبعدها بيجمع كل الديناصورات وراهم هما الاتنين وبيروحوا على الكهف اللي قال لهم عليه اليدار. بس في الطريق بيطلع عليهم الكارناتورز اللي فاضل، وبيفضل كرون يقول علشان تبقوا تصدقوني بعد كده ده اليدار هو اللي قال له على مكاننا علشان يخلص مننا. وبيهرب كرون بس بيقول اليدار للباقي احنا لو فضلنا مع بعض هيخاف مننا ومش هيقدر يعمل معانا حاجه. وفعلا كل الديناصورات بتتحرك عليه لحد ما يخاف ويبعد. بس في الوقت ده بيشوف كيرون ماشي لوحده على الصخور فبيجري يهجم عليه ويضربه. وبيجري اليدار والنيرة على الكارناتورز وبتحاول نيرة انها تبعده بس بيضربها هي كمان. وبيروح له اليدار وبيفضل يدافع عن نفسه لحد ما يحركوا على طرف الصخره اللي بتقع بيه، وبكده يكون اليدار انتصر عليه. ولما بيروحوا علشان يطمنوا على كرون بيلاقوه مات، فبيقول لهم اليدار انهم قربوا من المكان اللي عايزين يروحوه ولازم يكملوا. وفعلا بيكون باقي الطريق امان وبيوصلوا اخيرا للمكان اللي زي الجنه علشان يحتفلوا اخيرا بالوصول. وهناك بقى بتعيش كل الحيوانات مع بعض في سلام بعيد عن اي هجوم او نيازك. وبس كده بيخلص فيلمنا. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. ما تبخلش هنا باللايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، واستنونا في افلام جايه كتير قريب، ومع السلامه.